الزمالك قناعتي نجاحه السنه دي انه يوصل دوري ابطال افريقيا، وانه يخطف بطوله من البطولات اللي موجوده سواء محليه او افريقيه كونفدراليه، طبعا مقام اول مقام تاني كاس مصر. لو الزمالك قدر يعمل ده اعتقد ان هيبقى نجاح. ليه؟ لان الزمالك دلوقتي بيكون فرقه، لسه بيعمل فرقه. يعني الزمالك ما عندوش فرقه مكتمله عشان تقدر تقول يخش ينافس. مش قصه جوده وكواليتي وبس، لا، فكره ان الفرقه تبقى معشقه في بعض. يعني الاهلي او بيراميدز الفرق بتاعتهم دي يا جماعه مبنيه من زمان، وجيل ورا جيل وسنه ورا سنه بتدعم، سنه ورا سنه. يعني الشناوي وعلي معلول والفرق ده جايين من زمان، من ايام المهندس محمود طاهر. انت واخد بالك؟ من 2016. وكل شويه بقى بتدخل عليهم، بتدخل طاهر وبتدخل حسين الشحات وبتدخل قفشه وبتدخل فلان وعلان، وبعد كده الشروه بقى الكبيره اللي جت في الاخر دي. فانت كل شويه بتدخل لغايه لما يبقى عندك عظم فرقه. نفس قصه بيراميدز بيبني الفرقه دي من 2018 وهكذا. فالزمالك لسه دلوقتي بيبني فرقه وجيل جديد. ده محتاج ان الصبر، محتاج ان انت اهدافك تبقى محدده ومنطقيه. ما تجيش لا ده انا هوصل كاس عالم انديه وهكسب كاس عالم انديه وهعمل وهكسب الدوري وهكسب الاهلي وهكسب بيراميدز. لا، ده ممكن يحصل، ممكن يحصل، بس في الاخر ده مش منطقي، لانك لسه بتقول يا هادي، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم انا ببني فرقه من اول وجديد، ولازم احط اهداف منطقيه عشان اعرف اوصل لها وابني عليها وادعم ويجي لي فلوس واحط فرق واحط بقى فرقه تانية واحط لعيبه تانية واسماء تانية وكواليتي تانية عشان اقدر اوصل للحته اللي كل جمهور الزمالك بيتمناها، ان الزمالك يكسب دوري ابطال افريقيا ويوصل كاس العالم للانديه، وكمان يقدم مستوى جيد في كاس العالم للانديه.